رغم أوامر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لمسؤولي حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريح حول الأحداث في مصر، فإن حزن الكيان الصهيوني على غياب مرسي وجماعته كان أكبر من أن يلتزم القادة الصهاينة بالصمت. ففي أول تعليق رسمي لمسؤول صهيوني على الأحداث في مصر، صرح إسحاق أهرونوفيتش وزير الأمن الداخلي الصهيوني بأن كيانه تمتع بعلاقات جيدة مع حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو تصريح يؤكد عمق العلاقة التي تجمع بين جماعة الإخوان المسلمين وتل أبيب. من جانبه أعرب أفيغدور ليبرمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكنيسة الصهيوني ووزير الخارجية السابق عن خشيته من أن حالة عدم الاستقرار في مصر لا تخدم مصالح كيانه، وذلك في إشارة مبطنة إلى أن قادة الكيان غير راضين عن مجريات الأحداث في مصر. تل أبيب قد تبدو الخاسر الأكبر من سقوط مرسي، ولكن وبحسب مراقبين فإن حركة حماس هي الأخرى خسرت الكثير، فالحركة التي وضعت كل بيضها في سلة الإخوان وخلعت من أجل عيون مرسي ثياب المقاومة تبدو اليوم في وضع لا تحسد عليه، ولا سيما بعد تنحي راعيها القطري السابق وترنح أردوغان أمام تصاعد المعارضة الشعبية لسياساته. فإن العديد من المتابعين وصفوا حال الحركة بأنه يشبه حالة الموت السريري. مراقبون يرون أن واشنطن وتل أبيب خسرتا الرهان بعد رحيل مرسي وفشل مخططاتها بإضعاف مصر وتقسيمها وتدمير جيشها، وهو ما يفسر النحيب الصهيوني والأمريكي على سقوط نظام الإخوان في مصر.